هتكلم معاكم النهاردة عن الدوري المصري وعن الدوري السعودي وخصوصا نادي الخليج اللي بيلعب في صفوفه محمد شريف. وهتكلم أيضا عن الدوري الإنجليزي المشتعل حرفيا بين 3 فرق، ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ الحلقة ما تنسونيش باللايك، عايز أجمع أكبر عدد من اللايكات في الحلقة دي، وطبعا الاشتراك في القناة ده شيء أساسي. طبعا نخش على الحلقة مباشرة. والدوري المصري، المقاولون العرب النهاردة كان بيلعب مباراة مع نادي الإسماعيلي وتعادلوا مع بعض 1-1. نادي المقاولون العرب عنده 9 نقاط في المركز ال17 وقبل الأخير، أما نادي الإسماعيلي عنده 14 نقطة في المركز ال14. في الدوري المصري أيضا سموحة وسيراميكا غدا إن شاء الله في تمام الساعة 4 عصرا. الداخلية وبيراميدز أيضا غدا في تمام الساعة 4 عصرا. نخش على الدوري السعودي، الخليج والفتح. طبعا محمد شريف بيلعب في فريق الخليج. طبعا محمد شريف كان احتياطيا في هذه المباراة وما لعبش خالص، لا نزل من بداية المباراة ولا نزل بديل في الشوط الثاني، ما لعبش خالص. فريق الخليج لعب 23 مباراة في هذا الموسم، فاز في 7 مباريات، تعادل في 6 مباريات، هزم في 10 مباريات، وعنده من الرصيد 27 نقطة في المركز ال11. نخش طبعا على الدوري الفرنسي، وأول ما نقول الدوري الفرنسي نفتكر طبعا نجم منتخب مصر مصطفى محمد اللي بيلعب في صفوف نادي نانت الفرنسي، واللي يلعب بكرة وهيواجه غدا نادي مارسيليا الفرنسي في تمام الساعة 10:15 مساء. نخش بقى على الدوري الإنجليزي والمشتعل حرفيا ما بين ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي. أرسنال النهارده كان بيلعب مباراة مع برينتفورد، وقدر أرسنال يفوز 2-1 ويخطف الصدارة من ليفربول حتى ولو مؤقتا. بقى عنده رصيد 64 نقطة. أرسنال بعد فوزه النهارده كان عنده 61، بعد ما فاز النهارده بقى عنده 64. خطف الصدارة من ليفربول بشكل مؤقت، لأن ليفربول هيلعب مباراة غدا نارية ومشتعلة للغاية مع مانشستر سيتي. أي من الفريقين هيفوز بكرة من المباراة في المباراة دي، ليفربول أو مانشستر سيتي، طبعا هيروح على الصدارة مباشرة. طيب لو تعادلوا، ليفربول هيبقى عنده 5. طبعا لو تعادلوا مع بعض هيبقى أرسنال عنده 64 وليفربول عنده 63 ومانشستر سيتي عنده 62 لو تعادلوا مع بعض. طيب لو ليفربول لو فاز، طبعا هو دلوقتي حاليا عنده 63 نقطة. ليفربول لو فاز هيبقى عنده 66 نقطة، وأرسنال عنده 64، ويبقى مانشستر سيتي 63 في المركز الثالث. طبعا أنا بتمنى التوفيق لفخر العرب وفخر مصر إن شاء الله لمحمد صلاح. طبعا قبل ما اختم معاكم الحلقه، يا ريت يا جماعه اي حد شاهد الفيديو بتاعي لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. عايزين نعلى باللايك يا جماعه، لان القناه بتاعتي لسه بادئ فيها، لسه بقول يا هادي. فطبعا اللي هيرفع القناه بتاعتي اللايكات يا جماعه، اللايكات هي اللي بترفع الفيديو بتاعي وبتخلي شركه اليوتيوب ترفعه على اليوتيوب عندها يعني. وطبعا الاشتراك في القناة ده طبعا ده شيء أساسي، عايز أجمع 1000 مشترك. والسلام ختام.